وفاة والدة الفنانة مي عز الدين. الناس على السوشيال ميديا عرفوا ان والدة الفنانة مسيحية ووالدها مسلم. صلاة الجنازة كانت المفروض امبارح في الكنيسة، ولكن للأسف الشديد خرج حراس الفضيلة من الطرفين. بعض المسيحيين رافضين الصلاة على جثمان والدة الفنانة بالكنيسة، والبعض منهم كتب على السوشيال ميديا ينتقد قبول دخول الجثمان للكنيسة واعتبروها خارجة عن الملة، وطلبوا منع الصلاة عليها لأنها اتجوزت مسلم. على الجانب الآخر السلفيين حراس الفضيلة بيمنعوا الترحم عليها وبيقولوا إنها ماتت كافرة ولا يجوز الترحم عليها، وكأن المعسكرين يمتلكوا مفاتيح الجنة والنار، وكأن المعسكرين معمول لهم توكيل من ربنا سبحانه وتعالى علشان يتكلموا باسمه. انتوا مين؟ انتوا مين سواء كنت مسيحي متطرف او مسلم متطرف علشان تمنع الصلاة او الرحمة على جثمان انسانة توفت وبقت في رحاب الله؟ للأسف العقول بقت مليانة تطرف وغلو وتشدد، وده الفرق بيننا وبين الدول الغربية. في الدول الغربية اعبد ما تشاء، معتقدك ما تشاء، ولكن في إطار القانون وما تتدخلش في حرية الآخرين. ربنا سبحانه وتعالى خلق 8 مليار مخلوق على وجه الأرض، مش كلهم أمنوا بيه. في اللي بيعبد بقرة، وفي اللي بيعبد تمثال، وفي اللي بيعبد نار، وفي اللي بيعبد الله. إنما للأسف احنا عايشين مع عقول لا تعرف الرحمة، عقول كلها تطرف وغلو وتشدد، ناس اتحشى في دماغهم أفكار كلها غلط، وللأسف بقوا بيتكلموا بمنتهى القسوة. لما تعيش إنسان محترم تعرف الرحمة والإنسانية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. صدق الله العظيم. ما كل إنسان يخليه في حاله، وكل إنسان يبقى مسؤول عن نفسه وتصرفاته وما يتدخلش في حرية ومعتقد وديانة الآخرين، علشان الحياة تستقيم ونعيش في مجتمع سوي بيحترم الحريات والتعدد والثقافات المختلفة والديانات المختلفة. للأسف الشديد بقينا أضحوكة العالم، وبقينا بعاد قوي عن كل الدول الغربية اللي تقدمت عنا واللي عندهم إنسانية ورحمة. عندهم وصل الأمر إن بيلبسوا الكلاب بلوفرات صوف تحميهم من البرد، ويلبسوهم أحذية تحميهم من الشارع. فوقوا بقى وحاولوا تعيشوا بني آدمين.